بعتة وبتقول أنا ابني متفوق جدا جدا في الجامعة، ودي حاجة يشهد لها كل الدكاترة. الناس كلها بتشهد بأدبه وبأخلاقه، وفعلا أنا عرفت أربي ابني. بقاله فترة كبيرة حالته مش مستقرة، فترة كبيرة بيعمل حركات غريبة قوي. اكتشفت إن ابني متجوز جوه أوضته، ومعرفتش إلا لما مراته خلفت وكمان جابت ولد. ابني كان بيجيب واحدة كل يوم البيت وبيتجوزها وخلف منها، وانا مش عارفة ولا حاسة ولا دريانة. ابني بقاله فترة كبيرة كبيرة حاله متغير، حاله ما بقاش هو الحال. اخبط عليه: يا ابني تعالى اقعد معانا. يقول لي: سيبيني يا ماما في اللي انا فيه، يا ماما سيبيني في اللي انا فيه. بدأت حالته تتدهور واحدة ورا واحدة ورا واحدة، بدأ أسلوبه يتغير، بدأت حياته كلها تتغير. بدأت أخاف وأترعب، كل يوم والتاني أطلع أجري وراه: يا حبيبي تعالى كل معانا، يا حبيبي تعالى اقعد معانا. كان بيرفض، دايما بيرفض، دايما أبدا. اخر ما بزهق خبطت عليه ودخلت له الاوضه وقلت له: انت لازم تيجي. لقيت ابني شكله غريب قوي، نايم على السرير وشكله مجهد مجهد وتعبان وحران وشكله غريب ومتغير. بصراحه ما كنتش قادره استحمل، قومته وقلت له: ادخل الحمام، خد شاور واحلق دقنك كده وتعالى يا ابني اقعد وكل معانا، اللمه حلوه وابوك لسه جاي من الشغل. وابني فعلا خرج يا دوبك ما كملش دقيقتين، ولقيته قاعد جنبنا على الاكل وعمال بياكل. ومش أكلة ابني قطع الأكل والشرب وكل حاجة كان بيعملها كويسة، كل حاجة في حياته اتغيرت. وفجأة لقيت ابني ده حالته بتتدهور. قلت: لا، ما بدهاش، ده انا هراقب الموقف واشوف فيه ايه بيحصل. انا كل ما بخبط وبدخل عليه الباب بلاقيه تعبان ومجهد وعرقان وحالته ما يعلم بيها الا ربنا. قلت له: بقول لك ايه، انا قاعده لك بقى، لا هتنزل النهارده من البيت ولا هتخطي الشارع برجلك، مفيش نزول. قلت بس ده اكيد ابني ملموم على شله والعياذ بالله هيدمروا حياته، والشقه اللي شقيته فيه ده كله هيروح على الفاضي. وفعلا قعدت قدام الباب وابني جوه وحبسته وقلت مش هطلعه ابدا. وفجاه ومره واحده لقيت الولد غاب قوي، ولا بيطلع ولا بيدخل ولا بيعمل اي حاجه. قلت اما اخش كده اطمن عليه. دخلت ما لقيتهوش جوه، وانا متاكده وقاعده قدام الباب بكرسي. ابني ما طلعش من باب اوضته نهائي، ابني ما اتحركش. قلت بس كده، ازاي نزل من غير ما يقول لي؟ ازاي نزل من غير ما يستأذن؟ ازاي عمل كل ده؟ لا ما بدهاش، ده انا اول ما هيجي هخرب الدنيا وهقومها، مش هقعدها. انا مش هسكت على الوضع ده ابدا، انا لازم اخد معاه موقف النهارده. وفعلا قعدت قدام الباب، وفجأة ولا ابني خارج من اوضه النوم بتاعتي. جات لي صدمه، فعلا صرخت صريخ عالي، انا نورت انوار الشقه كلها. هو في ايه؟ انت كنت فين وطالع منين وازاي؟ بدأ قلبي يتقبض. قلت له: لا، انت بقالك بتاع سنه حالك كله متغير، اقعد معايا وقول لي في ايه. وفعلا قال لي: خلاص يا ماما انا هحكي لك كل حاجه. وقعد ابني معايا وقال لي: يا ماما انا بقالي سنه حالي كله بيتغير، انا مش عارف نفسي تفسير اللي انا فيه. انا كل يوم ببقى قاعد في البيت والاقي حاجات غريبه بتحصل، بصحى من النوم خرابيش وبهدله في جسمي، كدمات زرقاء مش عارفه جايالي منين. انا متبهدل حرفيا. وفجاه وبلاقي واحده معايا في اوضه النوم انا معرفهاش لكن جميله جدا، آية من الجمال. وكل يوم كانت بتطلب مني الجواز وتقول لي احنا لازم نتجوز. قلت لها: انا ما ينفعش اتجوزك، انت مين وبتيجي هنا ازاي وبتدخلي ازاي؟ كانت بتهددني وما ينفعش افتح بقي بنص كلمه. وفعلا اتجوزتها وهي حامل وخلفت كمان، كل ده في الاوضه. كانت بتهددني وبتدخلني وبتطلعني وانا مش عارف انا فيا ايه ولا مين دي اساسا.